الاكتئاب مش ضعف، الاكتئاب مجرد عقل تعب، ولو ما كملتش الفيديو ده هيفضل عقلك يدور في نفس الدايرة. ربنا سبحانه وتعالى يا صديقي خلق فينا الاكتئاب، وده علشان له فوائد عظيمة جدا لا تعد ولا تحصى. ايوه الاكتئاب ما تستغربش. والاكتئاب يا صديقي هو عبارة عن اشارة ألم نفسي يقول لك في حاجة غلط، او انت ماشي في طريق مش طريقك، او متجمد بقالك فترة وشغال عمال تفكر تفكير مفرط. بس للأسف الإشارة دي ما بتجيش عادية كده، دي بتسبب خلل في هرمونين اتنين، هرمون الدوبامين وهرمون السيترونين، ودول هرمونات السعادة والمزاج المسؤولين عن ان انت يبقى عندك شغف للدنيا وعايز تعيش وتكمل وتقضي نشاطات يومية. الإشارة دي يا صديقي لها حلين اتنين علشان تختفي. الحل المؤقت وهو ان انت تسكن نفسك بأي طريقة من الطرق، وللأسف ده حل مؤقت ومع الوقت بيبقى زيه زي قلته. مش بس كده، ده مع الوقت هنتفاجئ ان له نتائج عكسية اصلا. او تستخدم الحل التاني اللي هقولك عليه في الفيديو بتاع النهارده، وده هنقسمه ل3 خطوات بسيطة جدا، ومش هيكلفنا فقط غير 35 جنيه. وما تقلقش انا عارف البادجت بتاعك يا صديقي، ال3 خطوات كلهم على بعض هيكلفوا 35. النقطة الأولى وهي إن أنت تعترف ما بينك وما بين نفسك إن أنت فعلا غلط، وإن أنت لازم تصلح نظام حياتك سواء كلي أو جزئي. مخك يا صديقي ما بيشغلش نظام الصيانة إلا لما حضرتك تعترف إن الحاجة اللي أنت بتعملها دي غلط. النقطة التانية بقى يا صديقي إن حضرتك هتجيب نوتة صغيرة زي دي كده من أي مكتبة، وتبتدي كل يوم الصبح أول ما تصحى تسجل مهامك اللي مطلوب منك إن أنت تأديها في اليوم ده، وما يقلوش أبدا عن 5 مهمات. لأن وقت الفراغ ده يا صديقي حرفيا أكبر فجوة في يومك بتأديك للاكتئاب. والهدف فينا إنك هتحدد 5 مهام معينة أو 5 نقط معينة هتنفذها في يومك، مش شغال عمال تفكر في حياتك كلها في نفس الوقت. انت كده حرفيا عايز ساحر هو اللي يعمل لك كده. انت محمل مخك فوق طاقته، فبالتالي هو مش عارف ينفذ حاجه وهيحس بالعجز، وده حرفيا لوحده هيجيب له اكتئاب.